قسما بالله هذه صورة من؟ والله ما اعرف. هذه صورة من؟ وين؟ هذه صورة من؟ هذه والله ما صورة من؟ تكلم معي. صورة من؟ ما اعرف. صورة من؟ صورة من؟ تكلم معي. صورة من؟ ما ادري والله يقول صورة المهم بس ما اعرف. من؟ ما ادري والله عشان انت في السعودية ما تركب لي حاجة صح؟ صح. وقف عند ريح. وقف عند ريح. خلاص الله وقف عند ريح. وقف عند ريح. الله يرحمه. وقف عند ريح. اقول الله يرحم والدك والله. لا طالبك والله طالبه من عندك. لا من عندك والله. لا. الله يرحم والدك ان شاء الله وتحصل في الجنه ان شاء الله قصر. طالب منك والله يتكرر هالشيء ذا. اذا يتكرر ان شاء الله اقص لساني. اقص لساني والله اذا يتكرر الشيء. لا تحب لحيتي ولا بطيخ. نفسية الإنسان الشيعي لازم تتغير. يعالج الإنسان الشيعي مريض بالخوف اللي ما إله داعي ومبرر. شايفين قبل أيام واحد هذا صاحب تاكسي في ما يسمى السعودية، شيعي أحسائي أو كذا، بالتاكسي مركب له واحد، هذا رايح شايف هاي الصورة التخيلية المرسومة عن أمير المؤمنين عليه السلام، مخليها على معلقها هالشكل بالسيارة، يجي يقول له وينهره ويسبه، هذا صورة منه، هذا كذا، وهذاك يرجف أمامه يخاف كأنه مسوي جريمة. شو نسوي أنت؟ ليش تخاف؟ أنت حين تخاف تعين عدوك عليك، تعطيه انطباع أنك جبان فيستأسد عليك. ما أقول يستأسد، يستكلب. وبالفعل هذا استكلب. واحد ناصبي خسيس ما يسواله فلس جاي يهين هذا الإنسان اللي مفروض يفخر أنه شيعي، يقول أي نعم صورة عن أمير المؤمنين، تاج راسك وراس اللي خلفوك وراس أمك عائشة، ومو عاجبك هسه أذبك برا السيارة، قوم انطي راشدي طلعه برا. أنت عزيز، الشيعي عزيز نفس، شجاع كريم، اللي ما عنده هذه الخصال مو شيعي. قال أبو محمد العسكري عليه السلام: شيعة علي هم الذين لا يخافون أوقع الموت عليهم أم وقعوا على الموت. خلي يكون عندك كبرياء وعزة قوة. عجيب، شنو آخرتها يعني؟ تردون العالم كله يدوس على رؤوسنا وبس نصيح حياة من الذلة كذبا وزورا، شعارات. ليش الإنسان الشيعي صارت نفسيته هكذا؟ ليش مقيد نفسه؟ يخاف يجاهر بعقائده، ليش؟ هذه مذلة. أنتم مفروض أول درس تعلمتموه من إمامكم الحسين عليه السلام، هيات من الذلة، ما تعلمتوا هذا الدرس إلى الآن.